بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله احنا معانا ده كربطة اهو هنطبخه، ودول مية هي اللي سلقه، ومعايا ان شاء الله هعمل ده لبن وده رز. هعمل رز معمر. جايبه الرز المعمر ده ايه؟ دي كوباية زبادي يا جماعة من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. شايفين الزبادي؟ شايفين؟ اهو اهو جميل. وغير بقى اللبن البلدي بقى عليه دسم قد ايه. دي الزبادي انا حافظاه في التلاجة في الكوبايات بتاعته، واخده منه كوبايه علشان ادعك بقى الرز واغلفه بيه يبقى اجمل. يبقى احنا هنعمل رز معمر وده كربط النهارده. خليكم معايا نشوف هنسلق البط ازاي وهنعمل الرز المعمر ازاي. كده بقى يا جماعه انا معايا دلوقتي ايه؟ ده جزر على بصل على ورقتين لورا على فلفل على طماطم. كل ده مسكته تبشري الفلفل والجزر والبصل والطماطم ورقتين لورا كده تفرتكهم في قلبهم، وبعدين ايه نكشف وتروح حطاهم كده. بيغيروا بقى الشوربه بخليها مسكره وجميله. مسكت الغلوتين كده، وبعدين امسك الدكر اسوكه بالفلفل الاسمر والملح، وبعدين ايه اسقطه فيه كده بقى تاخدي ايه احلى شرب. كده بقى يا جماعه دكر مسوكاه اهو، حتى باين على الاحراف اهو. في قلبه مسكت قلبه دعكته شويه فلفل اسمر، سنه قرفه، ورقتين لورا وشويه ملح، دعكتهم في قلبه. ودلوقتي بقى انا ايه هاخده واسقطه بقى هنا. انا حطيت هنا الملح اهو. ندخل بقى الخلطه دي، الجزر على الفلفل على الطماطم على البصل، ونسيبه بقى ياخد ودي بشكل ودي كده، هتاخدي منه احلى شغل. ماشي كده بقى هروح فين؟ امسك الرز اغسله ونجهز الرز ونولع. كده بقى يا حبايب قلبي انا غسلت الرز اهون. هحط عليه بقى ايه؟ معايا معلقه ملح كبيره اهي، ومعايا دي كوبايه الزبادي اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو. افضها بقى عشان انا اللي بصور وبعمل، عشان انتوا عارفين بقى الدروس فتحت والولاد راحوا الدروس، فربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم ويحميهم ويحفظهم. اللهم احفظهم بحفظك يا الله. فانا دلوقتي بقى يا جماعه انا دلوقتي ايه بقلب الزبادي في الملح في الرز عشان كل حاجه تتغلف، كله يبقى شارب كده اهو. لازم حتى انت لو مش مالكه اهو بالمعلقه زنقت الصينيه في اللبانه اللي فيها لبن اهي عشان ما تقعدش تروح وتيجي معايا، وايه واقلب بقى كده. وبعدين ايه يا جماعه ده لبن بسم الله ما شاء الله اهو. كده بقى مش عايز حاجه خالص. انا بحب اكمل بقيه العيار لبن، لان هو اما بكون الرز كلاته اما تلاقي اي حاجه كده في اللبن تشيلها، مع اني مصفياه بس دي ان حاجه من الرز زي الشعيره كده. المهم يا جماعه اما تلاقي حاجه انا ما بحبش المقدار كلته لبن، ليه؟ بحس ان هو تقيل، فلازم ببقى احط له كوبايه ميه انا ازوده، مع ان اللبن فايده اهو بسم الله ما شاء الله. بس انا ببقى احط يعني لما تحط له كوبايه ميه مع اللبن احلى، انما يكون كلته لبن تلاقيه يعني عايزه خفيف شويه. انما دي لبن جاموسي، لو بقري بتحطوا المعيار كله لبن عادي، انما لو جاموسي بتحطوا كوبايه ميه مع اللبن عشان يبقى الرز خفيف كده مش سمين قوي يعني. ماشي. فدلوقتي هزوده كوبايه ميه وهحطه في الفرن، وبعدين عايزه تحطي معلقه زيت الوقت حطي، معلقه سمنه حطي، عايزه تسيبيه يغلي. وفي ناس بتخاف على الوش فما بتحطش السمنه او الزيت دي الا بعد ما يعمل وش. لا انا بحط كله ببعض عشان ما ارجعش اعمله تاني، يبقى كله ايه على الاقل الرزايه تشرب كده. في ناس بيفرق معاها موضوع الوش او ان الرز لازم يكون وش. هو اساسا يا جماعه بيرجع للست اللي انت جايبه منها اللبن، لو عندها ضمير ولبنها كويس ربنا يحمي يا رب الكل من كان، وكل من عنده ضمير ربنا يحميه. لو اللبن كويس بيديك الرز وش كويس، لو اللبن ملعوب فيه هيجيب لك وش منين؟ دي بترجع لكده. ماشي. انا دلوقتي هولع الفرن واحط الرز. كده بقى يا جماعه الرز اهو ابتدى يغلي اهو، ابتدى يغلي وابتدى يعمل وش. انا حبيت اوريهولكم. كده بقى يا جماعه انا ولعت الفرن اهو
وحطيت صينيه الرز المعمر. فانا دلوقتي هقفل عليها الفرن عشان الفرن بقى يسخن عليها كده وتغلى على طول ما تغيبش. لازم الفرن يكون حامي، واقفل عليها الفرن عشان الوش يبقى حلو كده. فانا مش هسيب الفيديو مفتوح عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا لما تعمل وش كده وتغلى هوريها لكم. كده بقى يا جماعه الرز بتاعنا استوى بقى زي الفل اهون، وانا طفيت عليه ومستنيه ان الدكر يستوي عشان احمر ونقدم الاكل مع بعض. ما ينساناش يا جماعه بالدعم واللايك والاشتراك، يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا غرفت الغدا اهو يا جماعه، الدكر اهو استوى وحمرته، وده الرز المعمر بسم الله ما شاء الله على الوش بتاعه. وده الشوربه بتاعتنا، شايفين الجزر والطماطم والفلفل والبصل والحاجات اللي احنا ضفناها في وقت الغليان للدكر مخليه الشوربه جميله ازاي. هو ده كان الغدا بتاعنا النهارده، وده كان فيديونا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينسناش